السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي طبخ وراندا. مبروك عواشركم، ونتمنى هذا الشهر يدخل عليكم بالصحة والسلامة. اليوم غنصايب معكم الشباكية، كتجي زوينة ورطبة وسهلة في التحضير. فايته لايحة فيديو قديم ديال الشباكية في القناة، ودابا درت معاكم فيديو جديد. بالنسبة للعسل ما كنشريش، كنصايبو. راني لايحة الفيديو ديال العسل في القناة، وبقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض نوع الجيد، وكنغربلو مزيان. عندي كاس ديال اللوز مطحون مزيان ومغربل بقياس كاس العنبه. اللوز وجنجلان كنغربلهم في غربال يكون رقيق. عندي هنايا كاس ديال الجنجلان كنغربلهم في غربال يكون رقيق باش ما يقطعوش ليا العجينه باش نكون كنشبك فيها. عندي هنايا معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال النافع، كنغربلهم في غربال يكون رقيق، غربلهم مزيان. عندي هنايا معلقه ديال القرفه كبيره وشويه ديال الملح وخماره 8 غرام. عندي هنايا الكوزه كنحكها في الحكاكه، كنحك غير شويه غير القياس. عندي هنايا كاس ديال الزبده يكون دايب. عندي هنايا نص كاس ديال زيت المائده، وكنزيد عليه زيت الزيتون. عندي كاس مخلط بزيت الزيتون وزيت المائده. عندي هنايا صفارة البيضة، بيضة وحدة. الزيت والزبدة واللوز والجنجلان والدقيق كنبقى نبسبسهم مزيان. كنبقى غدا بهذه الطريقة، كنبقى نبسبسهم باش في العجينة تجيني العجينة رطبة. كنبقى ندخل ليدان في الدقيق وكنبقى نبسبس. هنايا خليت الفيديو ما زربيتوش، خيتو غادي بتدريج. قد ما بسبسنا العجينة مزيان كتجينا الشباكية رطبة وزوينة. هنا بسبس الدقيق مزيان، وكندير راس معلقة ديال المسكه الحره. درت كاس ديال المزهر بقياس كاس العنبه، وربع كاس ديال الخل. المزهر والخل كندفيهم شويه، وكنضيف عليهم معلقه ديال الخرقوم وشويه زعفران شعره. كاس ديال الماء بقياس كاس العنبه يكون دافي باش يساعدني في الدليك ديال العجينه. كنبقى نخوي الماء بتدريج. وبالنسبه للعجينه زدت ليا كاس ديال الماء وكاس ديال المزهر وربع كاس ديال الخل. قد ما كانت العجينه قاصحه كتجينا شباكيه رطبه. هنايا دلكت العجينه مزيان مع الماء دافي، ساعدني دغيا دلكت العجينه. ها العجينه كيفاش جات رطبه وغتساعدني حتى في التوراق. كنقطعها على 4 المرات وكندير في بلاصتيكه باش ترتاح.
كنورق العجينة بالمدلك وكنطويها بحال المسمنة، وكنبقى مستمرة بهذا الشكل حتى كنكمل. جبت العجينة من البلاستيكة ونعاود تاني كنورقها باش كنديرها اشرطة. كنشد العبار وكنقطعها على 3 وكنرد البلاستيكة. كنسرح شويه بالمدلك، عاد كندوزها في الماكينه باش كتجيني في الماكينه ممرقه. ها العجينه كيفاش جاتني ممرقه. وبالنسبه للجراره كنخدم به هادي. كنحطها فوق العجينه وكنبقى نجرير بشويه بشويه حتى كنكمل. بالنسبه للعجينه كنخليها في بلاستيك، الا قاسها البرد كتنشف. كاين جبد عير القياس. وبالنسبه للتشبيكه كندير هاد التشبيكه. هذه هي التشبيكه اللي كتجيني انا ساهله. وبقاو تقرصوا مزيان من الجناب باش نكونوا نقليو فيها في الزيت ما تحلش.
كندير الزيت في الكوكوط وحتى كيسخن الزيت مزيان، عاد كنلوح فيه الشباكيه وين النار تكون مهيله باش ما تحرقش لينا الشباكيه. الا جهدنا النار كثيره كتحرق الشباكيه، خاص النار تكون مهيله. هنا بغي طابت ليا الشباكيه كنلوحها في العسل وكنخليها تا كتشرب العسل مزيان، عاد كنحيدها. هنايا حيدت الشباكيه من العسل وخليتها تسقطر، وكندردرها بشويه الجنجلان. الجنجلان كيكون محمر. كتجي زوينه ورطبه وكتجي بنينه بزاف. وبالنسبه للبنات اول مره غديروها راه غتصدق لكم وغتجيكم ساهله. واتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.